السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا باين كده من الصور الاولانية احنا هنعمل ايه النهاردة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا لحمة، ومحضرة طاسة، ومعايا كمان حلة كبيرة. هاخد اللحمة بتاعتي دي اشوحها واخليها تاخد اللون البني كده من على الجنبين، وكل ما هشوح جزء منها هحطها في الحلة واخد غيرها، وهكذا 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 لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. اللحمة دي انا بقى هزودها مية، وحاطه معاها بصل قوارمة، حاطه فلفل اخضر، حاطه ليمونه، حاطه ورق لورا، حاطه حبهان، حاطه فلفل اسمر، وطماطمايه كمان. خدت كل ده وسلقت اللحمه دي بالحاجات دي الحلوه دي كلها، وبعدين صفيتها، وزي ما وريتها لكم دلوقتي حطيتها في مصفى. هحضر ايه بقى دلوقتي؟ هحضر الرز بتاعي، غسلاه ومصفياه. واهم حاجه عشان الرز بتاعك يطلع مفلفل والحبايه بحبايتها كده انك تكوني مصفياه، ساعتها مش هيتعبك خالص، ولا هيطلع معجن ولا ملزق ولا اي حاجه. محضره بقى الحله بتاعتي تكون اكبر من كميه الرز طبعا عشان يستوي براحته ويزيد، يعني الحجم بتاعه يزيد في الحله، ما يبقاش مكتوم كده. ومحضره كمان حله ميه بحيث ان ايه، وهنا النور قطع للاسف يعني بس هكمل لكم. حطيت بقى في الحله بتاعتي سمنه على زيت على ورق لورا على كم فص حبهان. هفضل اشوح فيه، واديني بوريكم دلوقتي ان الرزايه بتلمع، وكمان خلاص نشفت خالص من الميه. هزود الميه بتاعتي، الميه دي انا غلياها، وهزود شويه صغيرين من الشوربه، يعني زي ما حطيت كده حوالي 3 كبشات كده من الشوربه. طب انا ليه ما حطيتش شوربه المقدار كله، يعني مقدار السوائل بتاعت الرز كلها شوربه؟ لان هيبقى الرز غامق قوي وانا مش عاوزاه غامق، وفي نفس الوقت هو طعمه هيطلع حلو جدا لاني حطاله زيت دوار الشمس، وحطاله كمان سمنه بلدي مع حبه الحبهان واللورا، هيخلوا طعمه جميل وريحته تحفه. فانا مش محتاجه شوربه كتير يعني. مليت الحله تاني وولعت عليها برضو، وهبدا اعمل حله رز تانية. الرز اللي انا حطيته على البوتاجاز ده اول ما هيغلي ويتشرب الميه بتاعته، هروح موطيه وحاطه الشياطه تحت الحله. برضو الحله التانية هعمل نفس القصه، زيت على سمنه بلدي على لورا وحبهان. وادي الرز بتاعه، بصوا انا حاطاه في المصفى لان انا غسلته قبل، يعني حطيه كده يتصفى مثلا 10 دقايق ربع ساعه، بحيث ان انت لما تبداي تشوحي فيه يكون هو اصلا ناشف، فلا يلزق ولا يعجن ولا يضايقك خالص، بالعكس هيبقى كده بصوا مفرفر كده في الحل. هحط له بقى الملح. طب مقدار الشوربه او الميه بتاع الرز قد ايه؟ انا بستخدم الرز البلدي بتاعنا اللي هو الرز المصري قصير الحبه. الميه بتاعته كوبايه الرز عليها كوبايه ميه او كوبايه وربع، يعني في رز بياخد كوبايه، في رز ممكن يحتاج ازيد شويه فبنحط له الربع ده. بصوا هنا بقى الرز اهو بقلبه بعد ما اتشرب، ما شاء الله مفلفل وجميل ومش محتاج سوائل تانية. هسيبه بقى على نار هاديه والشياطه تحتيه ويعيش حياته. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. بالنسبه بقى للسوائل زي ما قلنا انه بيحتاج كل كوبايه بتحتاج كوبايه. طب انا بقى حطيت كوبايه، لو هو بقى طلع ناشف او طلع ني شويه مفيش مشكله، زوديه برضو شويه ميه او شوربه. الربع كوبايه اللي احنا كنا منقصينها حطيها وبرضو على نار هاديه سيبيه. هنا بقى كان النور قاطع عليا للاسف الحته دي التليفون فصل ما اتصورتش. كنت حاطه في الحله دي سمنه برضو على زيت، وحمرت فيها معلقتين كبار كده من التوم، شوحتهم بس تشويح يعني لونهم ما يتغيرش بس ريحتهم تفحفح كده، ومعاهم معلقه من هريسه الشطه. طشتهم بنص كوبايه من الخل، وبعدين حطيت عليهم 3 اكياس من صلصه الطماطم اللي كنت مفرزاها معاكم في الفريزر. طلعتها ولما فكت عملت بيها الصلصه بتاعتي. طبعا هنعمل فته ولحمه ورز، وهنعبي الاطباق بتاعتنا وهنفرقهم. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب اي حاجه كويسه عملناها في شهر رمضان، ويتقبل كده ان
يعني دي احنا بنعملها كده صدقة لأمواتنا. فانا وصاحبتي بقى اللي هي اختي وحبيبتي وكل حاجة، قررنا ان احنا نعمل الاكل ده ونفرقه. هي عشان باباها الله يرحمه، اللي هو طبعا يعتبر برضو زي بابايا كده وكأنه عمي بالظبط، وانا علشان ماما وبابا، ربنا يرحم الجميع يا رب. و يعني كنت اتمنى ان احنا نعمل اكتر ويكون في حاجات وجبات اعداد اكبر من كده بكتير، بس ان شاء الله ربنا يدينا ونعمل السنة الجاية يكون اكتر من كده بكتير بإذن الله. هنا بقى انا كنت منشفة اصلا العيش ده، بس حبيت احط له كده ايه كم معلقة زيت وادخله الفرن يسخن كده ويقرمش معايا اكتر واكتر. خرجت بقى كل حاجتي، وحضرت كمان ايه شوية مخللات بقى من اللي كنا عاملينهم سوا، وكمان غسلت العلب بتاعتي او الاطباق دي اللي انا هعبي فيها، شطفتها كلها. وبدأت بقى ايه اقول بسم الله الرحمن الرحيم، وحطيت طبليتي الحلوة. انا نسيت اقول لكم حاجة مهمة جدا. انا وانا واقفة كده النور قطع عليا كذا مرة، وللأسف الشديد، بس الحمد لله، يعني للأسف والحمد لله في نفس الوقت، ان النار مسكت في الإسدال وانا واقفة. بس هقول لكم ايه، لا تقلقوا يعني، لا تقلقوا، ما حسيتش بيها الحمد لله. الإسدال اتلسع بس بفداية يعني، والنار ما بتحرقش مؤمنة. ربنا نجاني والله. يعني مش ممكن اكون بعمل حاجة لحبايب قلبنا، يعني اللي ربنا يرحمهم يا رب، وفي الاخر انا اتلسع، الحمد لله ما اتلسعتش. العيش بقى بتاعي ده حطيت عليه شوربة، وحطيت عليه كبشتين من الصلصة الجميلة بتاعتنا دي، وقلبته. بس انا ما بحبش العيش يكون شارب شوربة كتير ومعجن كده، لا انا بحبه يكون لسه فيه قرمشة كده ومصحصح، فما بكترش الشوربة بتاعته، وبغطيه دقيقتين 2 كده بحيث ان هو يطرى، بس يعني يبقى جزء طري وجزء كده فيه سنة القرمشة. وعبي بقى الاطباق بتاعتنا كده، قطعة لحمة، شوية رز على لا طبق الاول من العيش، وبعدين الرز، وبعدين الصلصة، وشوية من المخلل. وكنت كمان نفسي والله اعمل قوي قوي حاجة حلوة يعني تتفرق مع الوجبة دي، بس ان شاء الله المرة الجاية بإذن الله، ربنا يدينا العمر ونعمل، وربنا يتقبل منا ليهم يا رب، اللهم امين. طبعا انا هنا بقى كنت بعبي لوحدي وكله نايم ننا. لحد لما جت الساعة 5:30 بقى كهربتهم، يلا قوموا. قوموا بسرعة. يعني عايزة اقول لكم ان فعلا فعلا انا حسيت النهاردة بفرحة رهيبة رهيبة. يعني احنا كل سنة لما بنعمل الحكاية دي انا ما بنزلش، يعني نادرا لما بنزل انا اللي افرق. النهاردة انا نزلت، مش قادرة اوصف لكم فرحتي وسعادتي قد ايه. المغرب هتدن وانا في الشارع كده وماسكه الشنطه اللي فيها الشنط اللي فيها الوجبات، والناس كده جايه عليا لوحدها، فيعني بجد كنت فرحانه جدا. وبقيت ادعي كده يا رب ادينا ونعمل كل يوم ونفرق كل يوم يا رب، اللهم امين. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش تدعوا وتقرأوا الفاتحه لكل امواتنا، اللهم امين يا رب.